طيب بالنسبه لحضرتك، انا لفت نظري دلوقتي ان انت بتقول ايه، ان في تونس الزوج بيهدد بالحبس، بيوصل للحبس. بيوصل للحبس. طيب في قانون الاحوال الشخصيه فرض عقوبه على الزوج هنا في مصر. معرفش انت بقى اللي هتوضح لنا هنا اذا كان القانون ده اتفعل ام لا لسه. قانون الاحوال الشخصيه بيقول الزوج الذي يتزوج دون اخبار زوجته، وحددت المادة 58 من القانون أن الزوج الذي يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية إن هو اللي بيقر إن كان متزوج أم إيه أم لا، وعدد الزوجات التي في عصمته. العقوبة بالحبس وغرامة من 20,000 جنيه ولا تتعدى 50,000، كما وفي ذلك المأذون نفسه بيعاقب إذا لم يخبر الزوجة الأولى إن بالزواج. تمام. طيب هل القانون ده اتفعل في مصر، بما إنك بتقول في البلاد التانية بيوصل للحبس؟ بص يا فندم، هو في بس خلط عند الناس، في اختلاط بينهم، يعني ان في فرق بين اختار الزوجة الأولى وفي فرق الزواج بزوجة تانية. عايزين نفرق بينهم. اختار الزوجة الأولى ده مفعل من زمان جدا، وفي غرامات للي يدلي بعنوان خطأ أو يدي عنوان غلط للمأذون. أنا دلوقتي رايح أتزوج بزوجة تانية، فالمأذون بيقول لي عنوان الزوجة الأولانية إيه؟ أقول 1 2 3، لأن بالطبيعي المأذون مش هيعرف. في ناس بتدي عناوين أساسا خاطئة، بالظبط. وبتحصل كتير جدا في مجتمعنا هنا كمصر. تمام. بتحصل، تمام. ده وده طب بيبقى نوع من التحايل على القانون. لأسباب بقى، لأسباب شخصية لا يعلمها إلا الزوج. مثلا خايف من زوجته الأولانية، خايف من أولاده اللي ينفصل، خايف من أي مشاكل ما هو وأي كيان حاجة. الأسرة اه هيتهد بإيه بمجرد الزواج؟ فبيضطر إن يكون في لعب في العناوين اللي هو والاختيارات التحايل. بتاعة اه وده طبعا بيدي في حاجة في القانون. القانون شرحها المشرع، حاجة اسمها الطلاق للزواج بزوجة أخرى. الطلاق بزوجة أخرى من ضمن أحد أسباب الطلاق على سبيل الحصر، إن عندنا الطلاق في مصر 6 أسباب لا سابع لهم، من ضمنهم الطلاق للزواج بزوجة أخرى. يعني الزوجة أول ما تعلم إن في زوجة أخرى ليها حق إن هي ترفع دعوى طلاق في المحكمة، يعني ولكن ليها أسباب. يعني في الحالة دي يعني ليها الحق ان هي ترفع الدعوة في المحكمة. بالظبط، ليها سنة من تاريخ العلم، أيا كان تاريخ العلم اليقيني طب بيها. بعد السنة ما ملهاش يحقلهاش؟ حق إن هي يعني حقها لأن أنت يسقط؟ لأن أنت ارتضيتي بكده. كمل سؤالنا اللي احنا كنا فيه. قانون الأحوال الشخصية اللي احنا اتكلمنا عليه ده، أنا بسألك دلوقتي هل اتفعل أم ما اتفعلش؟ تمام. لكن أنا شايفة إن القانون ده بيدفع الزوج إن هو أو بيشجع ظاهرة الزواج العرفي، وخصوصا إن الزواج العرفي حاليا بنوده باكتمالها بتضمن حقوق الزوجة ما عدا الميراث. يعني أنت فاهمني؟ يعني دلوقتي في بنود في الزواج العرفي عامة عادت بتضمن كل حقوق الزوجة. فأنا لما هلاقي الطريق مسدود بالطريقة ديت، هضطر إن أنا ألجأ للزواج العرفي، وبشجع الظاهرة بالقانون ده، لأن الزوج ساعتها هيقول إيه؟ طب ما أنا هروح أدفع غرامة 50,000، طب ما أتجوز وإيه جواز عرفي وأضمن حقوق الزوجة التانية بالبنود اللي هي عايزاها، وفي نفس الوقت أبقى إيه؟ يعني عملت عفة لنفسي هو في نفس الوقت. مبدئيا بس هو في حاله من حالات الجدل اللي اثيرت في الفتره اللي فاتت، ان في قانون تعديل الاحوال الشخصيه، وان الزوج لو تزوج بزوجه اخرى يدفع 50,000. طيب ما هو ده فطبعا ده الموضوع أثير على ولكن السوشيال هو لا، ميديا. ولكن هو كواقع وتنفيذ لا يوجد هذا يعني كلام لسه نهائيا لم يتم خالص تفعيله. خالص. وبالتالي في ناس تجرأت وبدأت تتزوج عرفي. ده كتير. يعني انا في حد من ضمن الحالات راح هيتجوز واحده، قلت له متجوز رسمي، قال لها حضرتك انا مش هقدر ادفع 50,000. هذا ودي واقعي، واقع حصل. طب ايه الحل؟ ان بنتزوج عرفي، وبرضه هعمل لك فرح وهعمل لك بس مش هكتب رسمي علشان هو هقدر بيبقى ندفعش بعلم فلوس. الاهل وبعلم كله، بالظبط لكن ما كده. عدا ان هو فاحنا اسمه ما بينزلش او اسمها ما بينزلش كمبيوتر ان هي ايه، ان هي زوجة تانية. بالظبط. صح؟